تمكنت قوات الطوارئ اليمنية الفرقة الثالثة من ضبط شحنة أسلحة ثقيلة على متن شاحنة، وذلك في نقطة الغرف عند المدخل الشرقي لمدينة سيئون بمحافظة حضرموت. وكانت الشحنة محملة بهاونات وقذائف تم ضبطها في تمام الساعة 2 ليلا بتاريخ 20 يناير ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في وادي وصحراء حضرموت. نحن قوة الطوارئ الفرقة الثالثة تم القبض اليوم على قاطرة محملة بهوانات وقذائف في الساعة 2 في منتصف الليل. وتأتي هذه العملية في سياق المساعي الأمنية التي تقودها الفرقة الثالثة قوات طوارئ لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن في مديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، مؤكدة التزامها بالتصدي لأي محاولات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار في المحافظة.